السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم يا أحلى متابعين بالعالم. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طمنونا عنكم جميع. ورجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله رح يعجبكم، كله حماس وحيوية. تابعوه معي للنهاية إن شاء الله رح تكونوا مسرورين. هون فقت بكير، عم بعمل هيك أكلة حلو. اتفقنا قبل بيوم أنا ومرتخي وأختي إنه نروح على الحديقة، نطلع طلعة على الحديقة، وأمي حتى بنات خالتي وبنت عمي. فش اسمه مثل ما عم قلكم. بس قبل بيوم شو ساووا، اتفقنا وعملنا جروب وكل شي، بعدين صاروا وحدة وحدة يعتذروا. فأنا هون مثل اللي أحبطوني، قلت لحالي إن كان معتنا نروح فقسنا نروحها. يعني لا أخدت ولا عطت، كنت على أساس جهز أغراض من قبل بيوم، بدي أعمل بيتزا، بدي أعملهم كام أكلة للأولاد. فقلت ما رح ساوي شي بدل ما رايحين. بس أولادي كل الليل زعلانين، ناموا زعلانين، فاقوا الصبح بكير عم يفيقوني. قال ماما أمانة أمي بدنا نروح نحنا. عاد فقت هون شي الساعة 7 الصبح، قلت عندي طحين وعندي تمر وعندي سمنة، رح أعملن أكلة حلو. هي اسمها أصابع التمر بالعجوة يعني هي، وعليها سمسم. قلت رح أعملن إياها كيف ما طلعوا يطلعوا، المهم إني أخذلن أكلة حلو معي ونروح. وحاكت لي بنت عمي بهالوقت، قالت لي أنا إن شاء الله طالعة. بس بنت عمي يوميتها قالت لي أنا طالعة. فالحمد لله إنه أولادي انبسطوا إنه في حدا رايح معنا. فهون بسرعة هيك عملت لهم هيك أصابع التمر. ضفت 4 كاسات طحين، وضفت كاسة ونص سمنة، وهون ضفيت شوية حليب ناشف كمان. هلا هيك عم افركن كتير منيح مثل عجينة المعمول عم بعملن يعني. هو كمان إذا كان في فانيليا، في محلب، في شو اسمه مسكة كمان بيطلع طيب. بس أنا ما كان عندي موجودين، وكان هذا الوقت بكير كتير ما بكونوا فاتحين المحلات. فقلت يلا من المكونات الموجودة عندي أحسن ما أروح وما أخذت لهم معي شي أو نشتري جاهز. سبحان الله شغل البيت أطيب وأبرك. هلا هيك أنا حأفرك العجينة كتير منيح مع السمنة لحتى تتماسك معنا كتير كتير منيح. وبعد ما تماسكت معنا أنا هون مدوبة كاسة سكر بنص كاسة مي تقريبا مشان نضيفها عليهم. هون يعني عندي العجينة نفس طريقة عجينة المعمول، ما صعبة أبدا، كتير سهلة وما بدها وقت كتير. سبحان الله. ولاد كتير كتير فايقين نشيطين عن جد. بنتي سيرين فايقة من قبل الصبح اليوم، ما بالعادة هيك تفيق بكير. قد ما أنا متشجعة وبدها تروح على الحديقة، فقلت اختي يلا رح آخدهم. هي حديقة العدوي، يعني في هون حديقة العدوي كلها حيوانات، فأولادي كتير حابين يروحوا عليها. فقلت يلا رح آخدهم هالمشوار بما إنه هالعطلة حتخلص، وحأجبر خاطرهم بهالروحة. هلا هيك عندي أنا عم بعجن العجينة منيح مثل ما لكم شايفين حتى تتماسك. هلا هون هيك أنا دوبت كاسة سكر بالمي، رح نزل عليهم ولمهم اللم. بسم الله. لما نعجن العجينة بدنا نلمها لم مثل عجينة المعمول، هيك تخليها تتشرب المي والسكر من دون ما نعجنها نحنا بعد ما وصلنا هالقوام. بسم الله. شايفين هيك هيك بطرف الأصابع، بس إنه نخليها تتشرب المي والسكر من دون ما نعجنها. يعني أول شي بتحسوها مريئة للعجينة وبتخافوا بتقولوا يا الله مكترين مي، بعدين بعد ما هيك تلموها بتغيب تتشرب المي والسكر ما شاء الله صارت ما أحلاها. هيك شايفين وصلت لهذا القوام. هيك هلا خالصة رح ريحها شوي مشان نبلش بالحشوة. أنا حأعمل الحشوة تمر. هون عندي تمر مفصفص من البذر منيح. هلا رح ادعكه بجوز الهند كمان بيطلع طيب. بسم الله. حاطة هيك معلقتين تقريبا جوز هند. بعد ما شكلت التمر لرولات مع جوز الهند، هلا رح بلش بتشكيل العجينة. بسم الله. هنعمل كمان بسم الله الرحمن الرحيم العجينة رول، ونحط بقلب منها رول التمر. ماما بتطلع مثل الصابونة المحشية. ايوه. بسم الله. شايفين كيف هيك؟ أنا بحب هاي الأكلة كتير. أشرب من إيديك. هلا هيك بنلف عليها العجينة. بسم الله. نعمل لها العجينة بهذا الشكل مع التمر. هلا رح ننزل الرولات رح نحطهم على الصينية. بسم الله. التقطيع هن هيطلعوا قطعة فرد قطعة، يعني قطعة واحدة. بسم الله. يا سلام يا أمي، مبينين طيبين من إيدك كتير.
هلا هيك صارت عنا جاهزة الصينية، رح اقطعها بشكل بالماء. شايفين كيف وقت انا عم اقطعها بشكل مائل عم تفرط العجينة؟ ليش؟ لأن التمر جوا بارد كتير كتير ومتجمد من البرد، فيعني وقت انا مقطع لبين ما تتقطع التمرة عم تفرط العجينة، فحبيت اعملها هيك اصابع. انا هيك بالعادة بعملها اصابع والله، بس اليوم حبيت اني اغير شكل، قلت لحالي حاعملها هيك بالشكل مائل، كمان شكلها حلو. بس يلا ما بيأثر، كمان هي شكلها حلو. هيك نحنا بنشتريها جاهزة بشكل اصابع. يا سلام أحسن. هون عندي قطر غالي، انا كاسة سكر وكاسة مي، فحبيت ادهن وجههم بالقطر مشان يعلق عليهم السمسم. رح ارش لهم هيك شوية سمسم على الوجه، كمان بيطلع طعمته طيبة ولذيذة. هلا انا مشغله الفرن على درجة حرارة 200، بحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. شغلته بس من تحت، انا هيطلعوا طيبين من إيدينا. عم فكر شغله من فوق ومن تحت طبعا. عشان تستوي فورا هي، لانه مو قاعد يستوي من فوق ومن تحت اسرع. بسم الله. مشقع الفرن. بسم الله. يا سلام ما شاء الله، شايفين هاللون شو حلو؟ هيك انا بدي اياهم لون ذهبي، ما بدي اياهم اكتر. يا سلام يا أنس، حيطلعوا طيبين من إيديك. اي والله يا سلام. هاتوا لنشوف مستوي السفل. بسم الله. كمان ليك تفرطت فورا لانه شايفين مستوي ما احلى السفل ما شاء الله. هلا بدنا نتركهم ليبردوا بعدين بنعبيهم لانه بيفرطوا. اذا حملناهم هن سخنين بيفرطوا. بسم الله ما شاء الله. يا سلام هيك من بارد الدقيقة. بعبيهم. وهلا ابتدى مشوارنا، الله ييسر لنا يا رب. طلعنا من البيت شي الساعة 10:30 تقريبا. قلت لبنت عمي خلينا نطلع على بكير، خلي الولاد يستمتعوا بهالاجواء الحلوة بهالشمسات الحلوين، احسن ما نطلع بعد الظهر ما بنلحق نقعد الا يكون قد العصر. سبحان الله كتير كتير النهار صاير قصير. فقالت لي يلا رحنا. ما شاء الله هون رايحين على طريق العدوي، رايحين على الجنينة. ولادي كتير هيك مبسوطين ومتشوقين يشوفوا هالحيوانات هنيك بهالجنينة. سبحان الله عن جد حلوة حلوة الطبيعة، وحلو الواحد يطلع ويستمتع بجمال الطبيعة ويغير جو. سبحان الله قعدنا بهالبيوت. عم نروح من عند اختي، يعني صار يضيق خلق انها بدنا نطلع ونغير. رحنا من مدة على الحديقة، بس اولادي على قد ما انبسطوا صار بدهم يجوا مرة تانية، فقلت لهم يلا حاخدكم على غير حديقة. هلا نحن نزلنا بكراج العباسيين مشان نروح على حديقة العدوي، بس والله الصراحة ما عرفنا كيف بدنا نروح عليها، وما عرفنا اذا في مواصلات عليها او لا. سألنا يعني ما بعرف، الناس ما عرفت تدلنا او ما عرفنا كيف. سألنا يعني كذا حدا وقالوا لنا روحوا قطوا على الجانب الثاني، يمكن يجي ويمكن لا. فهم بنت عمي شافت شوفير تاكسي واقف فسألته، قالت له قال لها إذا بتحبي أختي تعالي وصلكم، وإن شاء الله يعني إنه بتكونوا مسرورين، لأنه والله إذا طلعتوا بالمكره هو حتى ما بيعرف إذا في مكاري من هون أو لا. قال لا يمكن، بس كمان إذا طلعتوا بالمكره في تقطيع على الأوتوستراد وحرام مشان الولاد صعب تقطيع الأوتوستراد. قالت لي يلا. طلعنا بهالتاكسي الحمد لله، والله يسر لنا ووصلنا لهنيك. ما شاء الله شايفين طريق الشام شو حلو، ما شاء الله. الله يديم الشام وعز الشام، عن جد غير شكل. الله يحميها يا رب، إن شاء الله بترجع أحلى من الأول. وهون هيك نزلنا بالنفق لحتى نطلع الدرج نقطع على الجنوب الثاني مشان نطلع على الحديقة. الله نمشي نتذكر الله. المهم نتذكر. وهون هيك وصلنا لباب الحديقة. سبحان الله ما كنا نعرف، يعني أنا جاي عليها قبل بمرة بس سبحان الله نسيانة، يعني ما بيوحي برا إنه هي حديقة أبدا. ما شاء الله شايفين هون هيك بلشنا أول ما فتنا بلشنا نتفرج على الحيوانات وعلى الطيور. أول شي ابتدينا بالطيور. لا شوفي الطيور ماما، الطيور تحت الطيور ده شوفي يوم يموت.
طائرة توراكو. هذا اسمه ببغاء ككاريكي. ما شاء الله، سبحان الخلاق العظيم. هذا من استراليا قال. ببغاء ريمي نيل. بس ما له حاجة. ضفدعة ليكي بالأرض. ما تقاطع. سلحفاة. شو هاي؟ الزلاحة. شو هاي؟ غزالة؟ لا. شو اسمه هذا الحيوان؟ والله راس لسان. اكتبوا لي بالتعليقات. جدي؟ ويا عيني شوفوا لي هالبطات، شوف حلوين ما شاء الله، عن جد بياخذوا العقل. سبحان الخالق العظيم، عن جد غير شكل. سبحان الله هيك عن جد هالمنظر بجنن. وهذا هو التمساح. سبحان الله. شو اسمها؟ لكن هاي شو هاي؟ والله ما بعرف، اسألي بس. سبحان الخلاق العظيم. هذا الأسد ملك الغابة. هذا الأسد المسكين. أسد؟ أيوة أسد ولبوة كأنه. ما بيعملوا شيء هلا. سوسو. هذا الدب. هيك تعال هون. يخوي. عليه والله ما يطلع لياكل العالم، ما يخلي حدا. وديله يا باطل. شوفوا الدب. هذا القرد. قرد عم ياخذ بذرة. بياكله. قولي زي لا تخاف. شايفين هون القرود قاعدين بالشمسات عم يفلوا بعضهم. سبحان الله. في اسود. مش هذا لون ابيض كثير. لعبوني الكلاب. احلى شيء داخلي له شعر كثير. سبحان الخلاق. سلام. الله يسلم ايديك على هالسكسة الظريفة. على جنب القهوة غير شكل. من انا اللي تعطيني اياه. بسم الله. هلا بنروح نشربها جنب الدب. ايه المفترس. جنب الدب المفترس. هذا الأسد ولبواته الثلاثة طلعوا لفوق. شايفين هلا شي شافوه بده يفوت. سبحان الله طلعوا لفوق.
وهون هذا الشخص دخل لحتى يطعمي الأسودة الأسد ولبواته. فسبحان الله نحن استغربنا كيف قدر يفوت يعني وما خاف. سبحان الله، قاموا هن حزنون خافوا منه. الأسد طلع لبواته وطلع لفوق وهو كان عم يعبي لهم مي وينظف المكان. سبحان الله. ذئب ولا كلب هذا؟ كلب. شو أمي كلب بوليس. هناك بوليس. ماما مو كان في مي هون بتتذكري؟ هذا الذئب. حلوين. شطورة. نظافة من الإيمان. مظلوط زلط مسكين. هاي دجاجات. يا أمي شو حلوين الدجاجات. هذا أسد، هذا نمر، هذا بابا، هذا. سبحان الله، في حيوانات أشكال وألوان، بس أكترية الحيوانات نحن ما عرفنا شو أسمائهم. سبحان الله والله نسياني أنا. هذا يا ماما. روحي يعضونك إيدك سري. سبحان الخلاق العظيم. شايفين كيف هذا الحيوان كمان أنفه كيف؟ فسبحان الله كمان ما عرفت شو اسمه والله. أولادي يسألوني ما أعرف. هذا حصان صغير. شوفي الحصان شو صغير سوسو. ماما هذا مو هري. هذا الجمال. شوفي ما أحلى. هاي ماما، هاي شو هاي؟ أيوة برافو. شو هاي سوسو؟ هاي النعامة. سبحان الله. اوكي عضلك اصبعتها. سوسو شو هاي؟ نعامة. كم غير هذا ماما؟ ما بعرف. كم غير؟ لا شوفيها. لا ما طيب طيب. هاتي الزلمة يركب علي. وهونك بعد الظهر ولادنا داخلون كتير ما عاد حبوا ينضموا قاعدين بالحديقة لأنه الملاهي مسكرة. فحبينا نطلع على حديقة تانية. قلت لهم إنه فيها تكون ألعاب أحسن ما يتموا قاعدين هيك ومو عاجبهم. سبحان الله هي كتير حلوة الحديقة بس الأولاد بدهم يشوفوا ألعاب بدهم يشوفوا عشب أخضر. سبحان الله خلاص انتهى الوقت وشافوا الحيوانات كلها وما عاد حبوا. هون هيك برا الحديقة في هون هيك قعدة صغيرة فيها مراجيح حي عامة كمان. هون جنب حديقة الحيوان كتير قريبة منا يعني نفس المكان اللي حاطين فيه ملاهي الحديقة هون قسم ثاني عاملين فيه هاي المكان. الحمد لله لعبوا ولاد هيك شوي ورجعنا أخذنا تاكسي ورحنا على الحديقة اللي بالعباسين اللي رحت عليها هذيك المرة حديقة التجارة. هون لأن أمي حاكتني وخطيبة أخي صاروا بدهم يجوا واشتهوا لأنه عرفوني إجيت أنا وأولادي وبنت عمي فقالوا لي نحن رح نلحق. قلت لهم روحوا على هذيك الحديقة أنا جاية لهنيك أنا وبنت عمي. فسبحان الله مثل ما قلت لكم رحنا لهنيك لقيناهم كلهم قاعدين عم يستنونا على الفطور. شايفين الأولاد هون ما شاء الله مبسوطين أكتر من وقت كانوا بحديقة الحيوانات.
نحن هون سألنا إذا في باصات بتوصل على العباسي، فقالوا لنا لأ بدكم تروحوا مشي. فوالله المشيات كتار على الأولاد، فلقينا تاكسي طلعنا بتاكسي ورحنا هون. هيك وصلنا ما شاء الله. شوفوا عبودة عم يلعب بسم الله عليه. عن جد عن جد هديك صحيح حلوة حديقة الحيوانات، بس القعدة هون شرحة أكتر وبتريح النفس أكتر. يا سلام، هاي أحلى فطور مع الغوالي. يا سلام شو حلوة هالقعدة، قاعدين عم يستنوني وجايبين معهم شاي وعاملين فطور ما شاء الله. وحتى نحن جبنا معنا فطور كمان، حطينا فطورنا سوا وقعدنا فطرنا سوا ما شاء الله بهالأجواء الحلوة. تفتح قابليته الواحد بصير بياكل الطاق دبل ما شاء الله. الله يديم الصحة والعافية يا رب. تفضلي ماما. شكرا حبيبتي، شو حلوة. منين جبتيها؟ اتخذت من هنيك. يسلم ايديك. اعطيتك العطيت. هي جبنة والمعود كثير طيبة. هذا المعود شغل ايدي. وبعد ما خلصنا هالفطور صار بدها فنجان قهوة مع هالحلويات. اختي عاملة جاتو ما شاء الله، بنت عمي عاملة سكسة، وانا مثل ما قلت لكم عملت اصابع التمر، وخطيبة اخي جايبة بسكويت وبزر وشيبسات ما شاء الله. كل حدا فينا جايب غرض يعني سبحان الله. حلوة هيك الجمعة. الله يديم المحبة. شو هالقعدة الحلوة، شو هالقعدة الحلوة. ان شاء الله ما بنحرم هالقعدة الحلوة. قولوا امين. امين. خلي لي اياكم. امين. بندورة تحية في ناس بيقولوا له ما شاء الله الحديقة داير مندارة فيها من هي النبتة، بس ما بنعرف شو اسمها. عم تقلي بنت عمي يمكن اسمها بندورة الحية هي بيقولوا له. في هون هيك الشجرة حاملة قرون مثل الفول ومهارين، بس والله ما عرفت شو اسمها الشجرة. شايفين؟ مثل الفول موديل القرن، بس ما ندري شو في بقلبها يعني، وما عرفنا شو هي ولا شو اسمها. سبحان الله غريبة. شايفين شو في بقلبي منها؟ هي اللي بيعرف شو اسمها يقول لي. يلا روح صبر لك. لا استنى هدي ظبط حالك. شوي 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 شوي. توازن توازن. ميلا وين الضحكة ميلا؟ يلا انزلي هيومة. هيومة الحلوة. بعد لسه حلو. يسلم لي يسلم لي. انا عبودي عبودي بسم الله عليك. ابو حميد الشاطر. يا سلام على بطل الابطال. شجعوا لاحمد، شجعوا شجعوا. يا سلام شو شاطر. يا سلام سبقونا سبقونا. وصل للاخير. يمكن ما بتصدقوني مستمتعين انا وهالصبايا اكثر من الاولاد الصغار بهالاجواء الحلوه ما شاء الله. الله يديم المحبه يا رب. عبودي هيومه سيرينا. يلا فيوز فيوزه احمدته. يلا اطلعوا كلكم سوا لنشوف. يا بعدي يلا هيومه انزلي. يلا سيرين انزلي سيرين. يا سيرين طلعي هون. هون احمد السيرين يلعبوا بالسيارات كمان، حبيت طلعهم واخليها بخاطره.
المرة الماضية ما قالوا لي بدنا نطلع شي، يجوا على البيت قال نحن كان بدنا نطلع بس ما حبينا نقول لك بدنا نطلع بالسيارة. قلت له لا ما فيها شي تطلعكم. هلا هيك بعد ما لعبوا هالأولاد وانبسطوا وغيرنا جو، صار الوقت يعني إنه صار بدنا نمشي، أفقنا رح نحط النقارش تتنقرش شوي هالأولاد وبعدين نمشي وننطلق على بيوتنا. ما شاء الله هون بعد العصر كان يا سلام على هالعشب الأخضر، غير شكل كانت القعدة ما شاء الله. يا سلام شو هالأجواء الحلوة، عن جد اليوم كان مميز كثير. الأولاد غيروا جو وانبسطوا الحمد لله. الله يديم هاللمة الحلوة وهالعيلة الحلوة يا حق. يا عيني شو حلوين. كان مبسوط قام صار يتدخل. تخيلوا انتوا جايز، تخيلوا. شايفين هون المكان، من هون من هي المكان فتنا سبحان الله العالم طاقين هذا السور مشان يفوتوا يقعدوا هون. القعدة كتير حلوة، كتير حلوة القعدة على المرج الأخضر، أحلى من القعدة جوا تحت يعني عند المراجيح جد هالنهار كان حلو مميز. هي كبادة سووا منها معود الكباد، يا سلام حلوة ما شاء الله. هي هون هيك ساحة العباسيين بعد ما طلعنا من الحديقة. الله يسلمك حبيبة قلبي وما انحرم منكم، على طول بدي اخذكم مشاوير. شكرا. العفو حبايبي. ما شاء الله كأنه أمي بالهذا ما شاء الله شو حلوة. الورق أحمر ما شاء الله. دوري يا فرحة على الحبايب، دوري الشام فتح ياسمينة وزهوري. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا، وبتمنى ما يكون تقيل عليكم وما أكون طولت عليكم، بس أنا والله الصراحة حبيت أشارككم كل تفصيل حلوة عشناه. الحمد لله على نعمة الأهل والحمد لله على هالنعمة الحلوة، الله يديمها يا رب والله يخلي لي إياكم يا أحلى متابعين. وشكرا على حسن المتابعة، وإن شاء الله بلقاكم في فيديو جديد بإذن الله. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.